استشهدوا من قرية الكتبة الاثنين بالأمس، ولكن لقد أبلوا بلاء حسنا، قاتلوا قتالا ووجدوا أعداء الله 7 قتلى بجانبهم، وهم شهداء يعتبرون في سبيل الله وفي سبيل الوطن وفي سبيل ديننا الإسلامي، ديننا الحق. وأما المجوس الكلاب أعداء الله فلقد قتلوا كالكلاب المذعورة، وانتصرنا على هؤلاء انتصارا ساحقا، وبإذن الله إن إحنا لهم بالمرصاد أينما كانوا في أي بقعة من الأرض الطاهرة، أرض اليمن، أرض الإيمان والحكمة، الأرض التي قاتلت في سبيل الإسلام وفي سبيل الأمة وفي سبيل رفعة الإسلام. وأما هؤلاء فقد أتوا بالمذهب الرافضي، المذهب المجوسي، المذهب الأثناعشري، الذين يريدون يبثون هذا المذهب على أرض اليمن. واليمن يمن الإيمان، يمن الحكمة، ويمن السلام، ويمن الاستقرار. فعلى كل يمني أن يقاتل من أجل دينه ومن أجل شرفه ومن أجل عزته ومن أجل كرامته ومن أجل بقائه في الحياة ومن أجل عرضه، لأن هؤلاء المجرمين الذي أتونهم دخلاء وهم على المذهب المجوسي فسنقاتلهم، ونحن درعا لبيت الله الحرام، ودرعا للمدينة المنورة، ودرعا للمسجد الأقصى. وأما هم من يتكلمون ويقولون الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، هم يقاتلون ويقتلون أبناء العرب الحقيقيين، أبناء قحطان. وكما قال الشاعر اليمني: أبونا نبي الله هود بن عابرة، فنحن أبناء النبي المطهرة، لكلا بلاد الله شرقا ومغربا، ومفخرنا يسمع على كل مفخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر.